هو ليه الناس بتحب لافيستا؟ انا هقولك، بس تابع معايا لاخر الفيديو. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية، والنهارده هكلمكم عن لافيستا للتطوير العقاري، واحدة من اهم واكبر المطورين العقاريين في مصر والشرق الاوسط، اللي قدرت تحافظ على مشاريعها من حيث كفاءة المباني وتصميماتها وجودة اللاندسكيب والخدمات، وقدرت تخلق مجتمعات سكنية متناسقة ثقافيا واجتماعيا. وبالنسبة للمانجمنت فاسيلتي، الشركة دايما بتوفر كوميونيكيشن تشانلز لكل العملاء سهلة وسريعة، وده واضح جدا على مدار 30 سنة من التطوير العمراني في أفضل مواقع في مصر، سواء في أكتوبر أو زايد أو التجمع والشروق، وكمان العين السخنة والساحل الشمالي. أما عن مؤسس الشركة فخلوني أكلمكم عنه، المهندس علاء الهادي. بدأ مشواره بشكل بسيط، ومع الوقت قدر يطور نفسه لحد ما بقى عنده إمبراطورية عقارية تحت اسم لافيستا. الراجل ده كان بيهتم بأدق التفاصيل من تصميمات عقارية وجودة الصيانة الدورية لكل المشاريع، وده اللي خلاه يتميز عن باقي المطورين. ده غير ان لافيستا دايما بتبني بفلوسها، مش بتعتمد على قروض ولا على اموال العملاء. ده غير انها دايما بتسلم قبل ميعادها بنفس الجودة في كل مشروع، وده اللي خلى سمعة لافيستا في السوق. اما بقى لو رجعنا للسؤال، الناس بتحب لافيستا ليه؟ الإجابة بسيطة قوي، دايما بتسلم في ميعادها وبتحافظ على الصيانات، وبيهتموا بالملاك كأنهم عيلة واحدة كبيرة، بأكتر من 33 مشروع متسلم منهم 27 مشروع عايش وساكن من أكتر من 15 سنة. لافيستا بقى عندها مشروع جديد اسمه الباتيو فيدا في قلب القاهرة الجديدة، لوكيشن مميز كعادة لافيستا على الطريق الدائري الأوسطي على مساحة 100 فدان، ميكس ما بين الشقق الثلاث والأربع غرف والدوبلكس، وطبعا ماستر بلان مميزة جدا بتخلي كل الوحدات بإطلالة مميزة على اللاندسكيب والووتر فيتشر. وده أول طرح للمشروع بأول سعر ليه، وخطة سداد لأول مرة من لافيستا، مقدم 5% بس، وأطول فترة سداد بتوصل معاك ل10 سنين. تقدر تدفع جدية الحجز 250,000 جنيه، دي بتكون مستردة بالكامل، وده بندفعها عشان يبقى ليك أولوية الاختيار في الوحدات المميزة. وأول سعر في الطرح الأول للباتيو فيدا من لافيستا. عرفت ليه بقى الناس بتحب لافيستا؟ كنا معاكم في النشرة العقارية، أول محتوى مرئي عن أخبار العقارات في مصر. ولو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد في أخبار السوق العقاري. كنت معاكم أنا ياسمين طارق.